واخيرا المنتخب الوطني الجزائري في الدور الثاني من الكار عن جداره واستحقاق. في هذه الفيديو ما جيت ننتقد، ما جيت نهضر على شكون كان لازم يلعب وشكون اللي ما كانش لازم يلعب، ما جيت نهضر على الصوالح اللي ما مشاوش في هذا الماتش، جيت نهضر على انه الان نقدروا نقولوا ولا عندنا منتخب. كنا دائما ننتقدوا فلاديمير بيتكوفيتش علاش ما يبدلش، علاش يدخل بطريقه هذه اللعب. اليوم اثبت فلاديمير بيتكوفيتش انه مدرب واقعي يدخل على حسب المعطيات تاع المباراه، وهو ما اثبته امام منتخب جاي يلعب كل شيء الا كره القدم. تدخلات خشنه، كثرة الإصابات للمنتخب الوطني، خرجونا زوج لي جوار بداعي الإصابة، حجام وأيضا شرقي. رغم كل هذه الظروف اللي كانت ضد المنتخب الوطني إلا أنه قدر يفرض أسلوبه وقدر يخلق العديد من الفرص، وكان قادر يخرج رابح بثلاثة ولا أربعة بكل سهولة لولا الرعونة وتسرع بعض اللاعبين مثل إبراهيم مازا وأيضا محمد الأمين عمورة. بالنسبة لأهم نقطة في هذه المباراة هي الروح القتالية تاع المنتخب الوطني اللي ولينا نشوفوها. هذه الروح من سنة 2019 ما زدناش شفناها. هذه الروح كانت غايبة تماما سواء في نسخة 2021 ولا 2023. اليوم شفنا جميع اللاعبين يقاتلوا باش يجيبوا لا فيكتوار، جميع لاعب يلعب من أجل المنتخب الوطني، سواء لعب سواء دخل رومبلاسون سواء لعب تيتولير، كامل حابين يمدوا الإضافة للمنتخب الوطني.